الضابط الفلاني الفلاني وانت ساكن في القليوبيه وعارفين طريقك وبيهددني وبعت لي الاحكام بتاعتي. قلت له مفيش مشكله، خلصنا على كده، خلصنا. الاخت اميره تمام، هو اولا اميره راحت النيابه تمام معاها المحامي بتاعها، وهو لو هو المحامي بتاعها زي ما بيقول كان حضر في النيابه وكان راح بصفته، ما شفناهوش ولا ليه صفه نهائي. تمام. تاني يوم البنت اللي جايبه عليها القضيه دي وجايبه لي 6 شهور، دور على رقمها وجابها، والبنت دي بيني وبينها خصومه ليوم الدين، بس انا مش هتكلم عنها تاني عشان خلاص الفيلم انتهى وانتهى المسرحيه. جابها وبقت تتكلم عن اهلي وعن بيتي وعن حياتي وعن دنيتي. طب حضرتك يعني مع احترامي ليك، مع احترامي ليك، انت ايه علاقتك باميره وايه علاقتك بسلمى وايه علاقتك بالناس دي كلها غير اللي انت بتتصيد للاخطاء؟ طب ده واحد محبوس تمام كده، ده واحد محبوس بين القضبان، انت لميت دعم وخدت فلوس تمام كده. اللي انا عرفته اللي انت يعني معلش ما هتجيب سيره متولي سعيد في لايف، الناس هتخش وهتتلم حواليك، هتتكلم عن حد تاني ما حدش هيعرف، هيسيبوك تمام. واشتغلت تمام، ربنا ييسر لك الامور. بس انت ليه انت يعني ايه علاقتك، ايه علاقتك بالموضوع؟ حته التعويض المدني، اولا قضيه اميره خلاص الموضوع انتهى، وبيني وبين اميره كل خير، والبنت محترمه وانا ما اقدرش اغلط فيها عشان دي واحده عندها اولاد وربنا ييسر لها الامور ولها كل التقدير. وانا من اول ما طلعت قلت يا اميره مفيش بيني وبينها حاجه، واحمد نور الدين راجل كبير والله يسهله تمام. انت عايش لتفعيل الازمات وبتدور على اي ازمه على التيك توك لمجرد اللي انت تشوف داعم يدعم، وده من وجهه نظري وجهه نظر ناس كتيره تمام. الاخت مروه اللي انت بتتكلم عليها دي هي ولا تعرفك غير عن طريقي، اللي انت دخلت لايفاتي بتتفرج بتشوف مين الترند وهوب بتخش على الخاص، وده كله زي برضو حوار الست ام ردينه لما خدت منها 25,000 جنيه وقلت لها ده نظام استشاره تمام. ده شغلك حقك اللي انت بتجيب قواضي مع تيك توك، زي ما انا شغلي على اليوتيوب وشغلي على هنا بجيب شغل وبعمل حلقات وباكل عيش. بس انا صريح مع الناس بقول لهم واضحا كده انا شغال على هنا وشغال هنا. انت لو طلع مع الناس بوضوح وقلت له والله يا متولي ده اكل عيشي وده شغلي وده من نطاق شغلي وهيطلع لي دعم منه، اقول لك عادي يا عم كمل مفيش ادنى مشكله. بس تتطرق ليا وانا خلف القضبان عادي، هتعمل لي محضر عادي طالما في قانون مفيش ادنى مشكله. قلت لي وبتلبسني في الحيط وبتقول لي اصل انت بتهددني، ما بهدكش، بقول لك انا عايز اقابلك. انت كنت عند احمد نور الدين كذا مره تمام، وفارد صدرك ولابس بدلتك ولا لابس جاكيت بقى وجايب عربيه مخصوص وواخد من $1000 ولا واخد قد ايه من شنب عشان تروح تحمي احمد نور الدين، وقلت هو فين متولي سعيد ده خليه يجيلي. طب انا كنت ساعتها خايف من القواضي عشان ليا اهل بصرف عليهم وليا بيت بصرف عليه، ساعتها ما كنتش اقدر اقابلك. دلوقتي بقول لك بكل شجاعه مفيش اي قواضي، تعالى قابلني. والمستشار سامح قناوي ده احسن واحد شفته على التيك توك مع احترامي للساده المحامين كلهم، بس ده رقم واحد راجل ولا بيقعد على التيك توك. راجل دلوقتي هو الساعه دلوقتي 12 هتلاقيه في المحكمه صاحي من النوم من بدري عشان يشتغل، عشان يشوف شغله، عشان عنده موكلين، عشان مهتم بالقواضي بتاعته تمام. حضرتك قاعد برضو بتهتم بالقواضي بتاعتك، شكلك يا متولي حنيت للسجن. السجن ارحم لي من دايره النفاق اللي انا عايش فيها تمام. حضرتك ابعد عني، فكك مني، الله ييسر لك امورك، بعيد عني وخليك في قواضيك. انا بالنسبه لي ما عنديش ادنى مشكله، بس هي مشكلتي معاك واحد في السجن واحد بين القضبان ما تطلعش تتكلم عليه. انا ما فيش بيني وبينك حاجه، انت اللي جريت وانت اللي دورت وانت اللي بتنخرب وانت اللي بتروح هنا وبتروح هنا وبتروح هنا وبتجيبهم عشان تعلي ريتشك وعشان الناس تعرفك. وصلت ولا ما وصلتش؟ على العموم يا سيدي انا بيني وبينك مفيش مشكله، بس القانون هياخد مجراه. مستشار سامح سجل اللايف، اخواتنا سجلوا اللايف وهيعرضوه. انا بالنسبه لي متصالح مع اميره، اميره طلعت اتكلمت، انا بالنسبه لي مفيش حاجه بيني وبين اميره. بالنسبه لي لحضرتك انت اخطات في حقي، القانون هياخد مجراه. والله قالوا يتحفظ القضيه تتحفظ، جابوا عليك حكم انا مش هتنازل، وده وجهه نظري. انا كده غلطت لا بس، لا، وانا اتكلمت وانا كده عايز اقول لك كده حاجه، انا كل اللي قلته ده قسما بالله الناس كلها عارفاه، مفيش حد ما اسمعني يعرفش بقى، الكلام ده، وكل اسمعني بقى، الناس هتقول اسمعني لك اسمعني. امين وكلامي ممكن صح. تسمعني؟
ولا انا ممكن غلطان؟ انت مش، طب هقول لك حاجه، انت مش في لا رمضان؟ خلاص هسال سؤال خلاص، انت ما وجاوبنا عليه. خلصتش كل ده، هسال سؤال وجاوبنا ما عليه. خلصتش كل انت دوت. هسال سؤال وجاوبنا عليه. انت مش كلمتني الساعه 12 بالليل قبل ما تحبس باسبوعين، وخليت واحد يكلمني يقول لي ضابط في امن الدوله وانت اسمك متولي سيد متولي ودايره معرفش ايه، وتبعت لي لا الاحكام على اقفل الواتس اقفل، عشان انت تفرض اقفل كلامك، انا عليا اللي انا هكمل ابقى دلوقتي معاك. حصل الكلام. ولا ما انا متولي، طب حصلش؟ هكمل انت سالت دلوقتي اهو الكلام. السؤال حصل وهو ولا ما بيقول لك حصلش؟ لا ما حصلش الكلام كده، ما طب حصلش احلف بالله ما الكلام كده. حصلش، لا احلف انت بالله ما كذاب، حصلش. استنى بقى انت احلف شويه، بالله، انا استنى اسمع عايزك منه تحلف شويه، بقى، بالله. استنى اسمع منه. شويه، لا انا عايزك استنى تحلف شويه، بالله، لو حلفت بالله استنى شويه، انا اقول انا استنى راجل شويه، كذاب. لا مش استنى شويه، هستنى شويه، استنى انت شويه، مش هددتني بالظابط المحتال اللي هو ما استنى يا اعرفش ابني ظابط شويه ولا مش عشان ظابط، يا اتكلم. حبيبي اسمع منه وبعت لي طيب. الاحكام بتاعتي. يا جوكر استنى انا بساله عشان سؤال الناس يجاوبني تفهم. عليه قبل ما يتكلم. طيب ما هو هيجاوبك استنى ازاي وانت اسكت بتتكلم؟ لحد ما حاضر. اتكلم. اولا كل الناس عارفه ان انت عليك احكام، والكلام ده مش انا اللي قلته، ده كل الناس، والكلام ده اتعرض على لايف واثنين وثلاثه، وكلنا كنا بنشوف انا الاحكام بقول لك اللي جاوب عليك. على السؤال، جاوب على السؤال. اسمعني، انت مش ما هو خليت انا واحد هجاوب على السؤال بس ينتحل اسكت سيف شويه، الضابط. انت اسكت مش عشان تفهم، انت مش اسكت خليت عشان واحد يا تسمع. ابني يكلمني هيرد عليك لا ازاي؟ سكته ابوس بقى يا ايدك، جوكر، لا ابوس ايدك، سكته. هيرد عليك ازاي؟ سيبه يتكلم. بص يا جوكر، اتفضل يا جوكر استاذ. احنا هنا على البرنامج كل انسان تاريخه معروف. اللي بيتكلم قدامك ده كان ليه حلقة تلفزيونية كانوا بيتفقوا فيها على ابتزاز احد الداعمين، تمام؟ الحلقة دي هو بنفسه اللي عاملها، وهو بنفسه اللي كان بيعترف ان هم كانوا بيتفقوا على ابتزاز داعم. القصد من اللي انا بقوله ايه؟ ان كل انسان تاريخه معروف. انا دلوقتي هي كنت حلقه بشوف تلفزيونيه لايفات، لابتزاز داعم؟ كان نعم. انا موجودة عندي الحلقة التلفزيونية، تلفزيونيه مره موجودة عندي واحده؟ الحلقة التلفزيونية، هريحك، موجودة عندي، اسمعني، تلفزيونيه مره واحده؟ طب سامعني؟ ما تجاوبنا على السؤال يا حلقة عم، انت جاوب كنت على عاملها، السؤال. سواء كان حلقة لايف او كنت حلقه عاملها. تلفزيونيه او ايا كان، دي اللي هي طب خاصه ما اللي كانت تجاوب، مع محمد المكالمه عاطي معايا والسلطان تقريبا. مسجلها، اسمعها للناس. المكالمة. اسمع المكالمه يا المكالمه اللي كانت جوكر، مع محمد اسمع عاطي. المكالمه. حلقة هو كان بيتكلم فيها هو بنفسه عن مكالمة كانت مكالمة مع محمد شخص عطوة. آخر، وكانوا يا عم بيعرض دي عليه انه مكالمه محمد يبتز داعم وكده. عطوه، مكالمه مكالمه قديمه محمد عطوه والراجل مات استاذ، الله سمعناها يرحمه. كلنا. يا عم دي حاجه تافهه، والله يرحمه عم طب احمد. انا ممكن يا اكمل جوكر كلامي؟ طيب ممكن ممكن تساله اكمل تقول له مين كلامي؟ الراجل اللي كلمني دوت؟ ممكن حصل ولا ما اكمل حصلش؟ كلامي؟ ما ممكن اكمل تتهربش، كلامي؟ طب ما سيبه يكمل طبعا، تتهربش. متولي احنا جوكر سمعناك. ده هي جوكر. احنا سمعناك يا متولي. استاذنك تحط ميوت وتسيب الاستاذ يتكلم. تمام، طيب دي واقعة من ضمن الوقائع. بعد كده احنا كلنا شفنا ان الشخص اللي موجود عندك ده كان بيحاول ان هو معلش يهدد ناس كتير، كان بينتحل او يعني على لايف مباشر بينتحل صفة ان هو مش عارف موظف من مجلس المدينة، مش عارف متحدث باسم حزب سياسي، وكان بيستغل الصفة الغير حقيقية دي في تهديد بعض الناس اللي موجودين على البرنامج هنا، وكان بيطلب منهم بعض الحاجات. يعني دي حاجة من ضمن الحاجات اللي هو كان بيعملها. كمان كان بيعمل ايه؟ كمان كان بيهدد بعض السيدات زي أميرة وزي برضو شخصيات تانية، وفي النهاية زي ما قلت لك الأستاذة أميرة اتخذت ضده إجراء قانوني. تمام. هي اميره معلش، يعني مش اميره لها يا عم لسان. سيبه يكمل، ابوس انا ايدك عايز يابا. يا جوكر، يا عم متولي ابوس ايدك، سيبه يكمل. انا بتكلم في جزئيه. الراجل ده كلمني يا جوكر. لا انا متولي بسال سؤال ويجاوبنا عليه، بيتهرب ليه يا جدعان؟ انا بساله بقول له انت كلمتني وجبت لي واحد ضابط بيكلمني في التليفون، حصل ولا ما حصلش؟ قال لك لا. لا حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش يا جوكر؟ استنى، حصل ولا ما حصلش؟ سيبني معاك. حصل ولا ما حصلش يا استاذ؟ متولي عشان خاطر النبي اسمعني. انا عملت لك ميوت لحظه، اسمعني. تمام. بص يا هو الراجل بيرد، نسيبوه يتكلم. بص يا جوكر، الشخص اللي قدامك ده اخر الوقائع اللي كانت تخصه قبل موضوع أميرة والحبس ان هو طبعا كان حرض عم احمد نور الدين على موضوع حلاقة شعر العانة عند اللايف من الدقيقة الاولى لاخر دقيقة، من اول ما كان بيقول له يلا توكل على الله انت شكلك هتحبسنا كلنا،
عند اللايف موجود بالكامل على فكره الوحيد اللي معاه اللايف ده من اول دقيقه بقول لك لاخر دقيقه العبد لله. انت مش قدمته واتحفظ. اسمعني بس، قدمته عشان انت واتحفظ. كنت هربان بس مش لا يا اكتر. حبيبي، عشان قدمه في عنوان روح قدمه. وكنت بتتنقل من مكان لمكان لمكان. لا قلبتي معروف، قدمه يا جوكر جوكر كده مش هينفع. تولي عشان خاطر ولا كده ربنا مش هينفع. بص يا جوكر كده مش هينفع. ده متبلي، ده كده خليه يسمع خليه يسمع. ما بحبش التبلي. بص يا جوكر سؤال وانكره وبيتهرب منه. اي حاجه انا بقولها لك انا ممكن اثبتها. تمام. الحاجه اللي هو عاوزني ارد على سؤال معين انا هرد عليه. كان في فتره من الفترات شخص هنا موجود على التيك توك كان بيعرف نفسه للناس على اللايفات عموما على انه راجل ضابط شرطه كويس في الفتره دي، وكان بيقعد في لايفات كتير، كان بيقعد عند تايجر وكان بيقعد في اكتر من مكان. يعني في الفتره دي انا كان في ما بيني وما بين متولي مشاكل بسبب الاتهامات الباطله زي الاخبار الكاذبه اللي هو قالها من شويه، ده بياخد 25 مش عارف من مين ومين وكلام حاجات زي اللي كان بيقولها كده. فكان في الوقت ده في خلاف ما بينه وما بين مين؟ ما بينه وما بين متولي. تمام كده؟ تمام. فاتصل بيا الشخص ده وقال لي عشان خاطري انا عاوز ان انا اتدخل لحل المشكله دي يا مستشار. قلت له لا ده بيغلط وبيعمل وبيسوي ومنزل مقطع فيديو. قال لي لا وانا هخليه يمسح المقطع الفيديو وعشان خاطري انا هضمه دلوقتي للمكالمه. بالله عليك بس هدي الجو كده تمام وهو يبقى في حاله وانت في حالك. اتصل بيه الشخص دوت. تمام. اتصل بيه الشخص دوت وانا على المكالمه وفي النهايه قفلنا الموضوع، هو في حاله وانت في حالك. بعد كده الشخص دوت اللي هو كان اسمه تقريبا ابراهيم والي، انا اول الناس اللي قلت للناس ان ده على فكرة منتحل صفة، ولعلمك اتقدم ضده بلاغات، ومن ضمن البلاغات ان احنا اكتشفنا في الاخر ان هو منتحل صفة. تمام. وكان بيهدد بعض الناس اللي موجودين هنا على البرنامج، بس هو متولي كان محبوس ساعتها، فهو مش عارف ان الشخص ده اتقدم ضده بلاغات، وعرفنا ان هو كان منتحل صفة وان هو كان نقاش. كان منتحل صفة زي ما انت كنت بتتصل بسينا وكنت بتنتحل صفة وانت بتكلم الموظفين بتوع الحي وبتقول له انا فلان ومش فلان، واللايفات موجودة. بس عادي يعني مش ضابط من بقيه اهلي مثلا. يعني هو حضرتك كان منتحل صفه ضابط وعايش في وسطكم بصفه ضابط، وانت له من متولي بسبب الحاجات المشاكل اللي كانت بتحصل له. كان منتحل صفه ضابط وكان موجود في وسطكم. ده موضوع. ايوه الشخص اللي كان اسمه ابراهيم والي اللي كان مسمي نفسه صقر دوت. تمام. وكان بيطلع عند الاستاذ احمد المحامي بتاع امبابه، وكان بيطلع عند تايجر، وكان بيطلع كذا مكان. فاهمني؟ كان قايل لنا كلنا ان هو ظابط، وانا اللي قلت له انت منتحل صفه. وبعد كده في حد قدم ضده بلاغ، وعلى فكره الفتانه دي قدمت نفسها ضده بلاغ. يعني الاستاذ محمد العسقلاني هو اللي قال لي، وفي الاخر عرفوا ان الولد عليه احكام اصلا وان هو منتحل صفه. يعني عادي متولي كان بيعمل الكلام دوت برضه. انا دلوقتي ليه بقى سعيد باللايف ده يا متولي؟ بصرف النظر عن ان انا وضحت لك موقفي الانساني. تمام. وان انا ما رضيتش اقدم فيك بلاغات اثناء ما انت كنت محبوس، وان انت كان في حاجات كتير غلطت في حقي فيها، وان انا ما رضيتش اتخذ ضدك اجراء قانوني وانت محبوس. بس انا عاجبني دلوقتي ان انت برضو بصرف النظر عن موقفك، يعني ان انت اول حاجة قاعد بتهدد، وقاعد برضو بتقول اخبار كاذبه دلوقتي، وبتقول افتراءات واتهامات. تمام. يعني حاجات كتيره انت قلتها اقدر ان انا اقاضيك بيها، فده شيء كويس جدا. دي النقطه الاولى. اولا انا اسمعني طيب اكمل طيب تعديت عليك نهائيا. انت تعديت عليا وعايز انا برضو هبلع عليك. انت عايز تضربني بالنار، ايه المشكله؟ انت معاك طبنجه وعايز تضربني بالنار، عادي. هو التبلي كده وخلاص. جوكر انا عايز جوكر انا عايز بس لحظه واحده. انا طبعا جوكر هو يعني انت يرضيك يا جوكر، يرضيك اللي هو يرميني بالتهمات؟ انا يا عم انا ماليش دعوه. انا ما رميتكش بالتهمات. انا راجل بقول لك انا عايز اقابلك. انا ما رميتكش بالتهمات.
لا انا بقول لك انا اهو اصحاب عشان نتقابل. عايز اقابلك، تقدر تقابلني؟ يا عم بقى قابلني في لا انا عايز النيابة. يا عم انت مش كنت عند عم احمد نور الدين وفارد عضلاتك وبتقول انا عايز اقابل مش متولي ده سعيد؟ لما انت كنت رايح تهدده يا متولي واتصلت مش بيه كده بقول لك متولي. وقعدت ايه، تقول تقابلني انك مختل عقليا. منور عمرو. تقابلني قدام الناس كلها اهو، يا ابني اسكت تقابلني. شويه. يا متولي مش يا كده. اسكت شويه. يا متولي ابعت لي مش اللوكيشن كده. بتاعك وانا عايز اقابلك، عايز مش اقعد كده يا معاك. متولي. لما يا اجي متولي عايز مش كده. أحل معاك. حاضر ببعت لك اللوكيشن. انا حاضر. مش هلمسك، انا ما بلمس حد، تمام؟ ايه ده عايز ابقى انت ممكن ليك في التاتش وكده يعني؟ لا ماليش في التاتش للاسف أصل أنا راجل والله، صعيدي بس انا عايز اقعد فبتهدد يا معاك، متولي، ها؟ نفسي اشوفك، انا نفسي راجل اشوفك صعيدي والله. فبتهدد ده. متولي لا مش ساعة كده. مالكش دعوه فوق بالصعايده شويه يا يا عم، عم. الصعايده على دماغنا، فوق تعالى بس شويه. نتقابل. فوق تعالى شويه. نتقابل. تعالى فوق نتقابل. شويه. انا اذا كنت فايق، واخد انا حاجه فايق. ولا الصيام مأثر على دماغك؟ لا مش مؤثر لا، عليا، فوق انت اللي شوية. عايش الدور علينا. لا فوق عايش الدور شويه. علينا انت اللي بالراحه عايش طب الدور شوية علينا. يا حبيبي. انت اللي قاعد تزقنا يا بالاتهامات. بالراجل العمده اللي تعيش لسه الدور واصل علينا من وتقول لي جوكر، أصل انا وانا يا وبترمي متولي جوكر. يا متولي يا مدام جوكر. ليلى بتقول لك اسكت شويه. حاضر. يا جوكر بعد إذنك. كلمتين ورد غطاهم. انا مش وضحت لك موقفي وقلت لك ان حصل انا في ما الصف. رضيتش اقدم فيه بلاغات لما كان محبوس، وانت حصل. بتقول لي ما بينه وما بينك القانون. يا ابن الحلال، لا انت فوق القانون ولا انا فوق القانون. خد حقك مظبوط. بالقانون لو انت ليك حق. انتهى الامر. منور عمده. من غير ما تعمل الجو دوت والدوشه ديت والبتاع، لان انا برضو الكلام ده مش هيجيب معايا نتيجه. طب الصا مدام ليلى بتقول لك بنورك يا جوكر. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام يا عمده، منور الدنيا. مش هيجيب مع معايا. المستشار الجليل. انت بتنكش في ايه؟ انت بتنكشني. طب بس يا استاذ طه لحظه بعد اذن حضرتك والنبي نهدى شويه بس، انتوا يا عم صايمين. يلا صباحكم جميل. السلام طبعاً عليكم معنا. يا استاذ حسن. ازي والسلام حضرتك مع المستشار؟ السلام عليكم. شوفوا مصالحكم. السلام عليكم. أهلا لما وسهلا تولي وقيلي. اللي انت عاوز تعمله يا حبيبي. سلام. ازيك يا عمده عامل ايه؟ وانا عايز اقول لك المستشار سامح هنا وان شاء الله باذن الله هيجيب حكم رادع لحضرتك، تمام؟ وكل التقدير والاحترام للقانون المصري. انت حضرتك اسأت فيا اثناء حبسي وانا كنت راجل محبوس، تمام؟ وكنت طب إيه؟ مقيد، تمام؟ انا يا جوكر ما بكدبش عليك ورب الكعبه كل خلاص الكلام اللي الراجل قلته مشي. الراجل مشي. بالحرف. طب الراجل مش بالحرف خلاص، انا كل الكلام اللي قلته بالحرف ما فيش فيه كذب. وفي نفس الوقت يكلمني الساعه 2 بالليل ويهددني وهو اللي متصل بيا، مش الراجل يا عم دخلنا في أنت المكالمه، قلت هو اللي الظابط، اتصل بيا الظابط اللي والراجل قلت كان له قاعد جنبه. الظابط. انا ما بكدبش، انا المكالمه متسجله عندي وابعتها لك دلوقتي. الراجل أيوة. بيكلمني وبيهددني ويقول لي معايا احكام عليك واعمل واسوي، وبعد ما طب إيه؟ تحبس يروح جاي، اسمع مني للاخر يا صاحبي، وبعد ما تحبس يروح مطلع كذا واحد ويطلع الناس اللي عاملين له قواضي ومحبوس فيها ويطلعهم كلهم وياكل عليا عيش ويجي له دعم بص انت ما ويقعد ينفعش ان عليا انت ما ينفعش 15 يوم. برضه ده انت ترضاها؟ اسم انا الاستاذ بتكلم سامح. راجل جدع وشبشب راجل جدع، انت ترضاها؟ لا، يعني ما جوكر ارضاهاش يتحبس انت ما ترضاها يا ارضاهاش، راجل بس يا جدع؟ احنا ما ينفعش انت في وسط حته الكلام اسمعني، حته انا اسم بص الاستاذ سامح اسمعني. ما ينفعش اسمه يتحط في وسط الكلام، ما ينفعش اسمه لا يتحط في وسط انا الكلام. انا ما قلتش حاجه غير اللي انا اللي هو دلوقتي معمول له قواضي بسبب السب والقذف فيا، وفي نفس الوقت هو تمام، هو بالنسبه لي تمام. ام رودينا هي اللي قالت في اللايف بتاعها خد مني 25,000 جنيه استشاره. عم احمد نور الدين قال لك ده خد مني فلوس. طب على فكره الاستشاره القانونيه اي حد من حقه ان هو يعني يحدد قيمتها عادي. ايه خلاص المشكله يا جوكر، بص يا جوكر صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا بالنسبه لي انا راجل اتحبست خلاص بقضي احكامي، يبقى معلش بقى كله يحترم القانون وكله يحط معلش يعني ايه، يعني كله بقى يحط لسانه في بقه ويحترم دولة القانون، وراجل متهم بينفذ حكمه. انت طيب بقى بص ما يا حبيبي، عملتش كده، بص يا متولي. انت عملت انت- ايه؟ جبت الناس متولي. كلها اللي عامله له قواضي وقعدتهم، فاهمني؟ ويلا بينا. طب ليه طب يا يا عم حبيبي هتستفاد اسمعني. ايه؟ ايه انا اللي عايز بينه اقول لك وبينك؟ على حاجه متولي، اسمعني، معلش ايه؟ يعني متولي اتفضل. بص، احنا من ساعه ما طلعنا عمالين نسمعكم انتوا الاثنين بتتكلموا في حاجات اصلا انتوا واخدين اجراءات قانونيه فيها. ايه لازمه الشد والجذب على اللايف؟ لا انا وحق الاذان اللي بيدن ده قسما بالله العظيم الراجل ده اذاني اذى ما اتاذيته طول يا عمري. حبيبي يا حبيبي، بص أقول مش لك على حاجة. مشكلتي اللي انا معروف، اللي يأذيك ما ترحموش. مش هرحمه. انا عايز اقول لك احنا من انا واحد من الناس. بقى ثانيه بس عشان الكلام اتفضل. انت بالك فتره بعيد شويه، فهنا في لقطات كده بتتاخد حلو، فخلي بالك المرحله اللي جايه. انت الراجل النهارده اذاك، بتاخد اجراء قانوني، القانون ادالك حق، اطلع يا باشا قول الكلام اللي عندك كله.
تمام، وقول خدت حكم عملت سويت. لكن طالما الامور مطروحه لغايه دلوقتي الكلام ده كله مالوش لازمه، لانه هتفلت حضرتك بكلمه. روح الجلسه بتاعته يزعل. الاسبوع الجاي، حد من جلسته هنا الأسبوع هيزعل، الجاي وأنا فلان يجي هحضرها. اسمه وهو مش موجود، بقى في نوش. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا كده كده رايح النيابه عشان استدعوني، وانا كنت محبوس، كان المفروض بس ما عرفتش اروح، ولكن القضيه راحت وانا هطلع قدام القاضي هحكي له، انا هقف قدام القاضي وهقول له كل حاجه. الراجل بعد ده إذنك. عمل معايا 1 2 3 4 طيب كلامك بره المحكمه هيدينك، ومدام ليلى بتقول لك اسكت بقى، اسكت شويه. خلاص حاضر سكت. فعلا والله كلامك هيدينك، انا بكلمك صح، حتى لو ليك حق هتضيعه في ثانيه، كلامك هيتاخد عليك وهيدينك يا متولي، بالاخص في الاوقات اللي انت خارج فيها. يا حاج خالد متولي رأيي فيه من زمان يعني إنه هو عدو لنفسه مش لحد تاني. والله 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 متولي عدو نفسه. يعني ممكن يكون الدنيا كلها متعاطفة معاه في حدوته ويجي في كلمتين يخلي الدنيا كلها تتقلب في دماغه. انت مين اللي فهمك يا متولي ان اللي يجي ناحيتك يعني هيتسلق على كتافك وعايز شهرة؟ مين اللي فهمك الحتة دي؟ معلش يعني. سكت طبعا. هو ممكن ما يكونش جنب التليفون عم. وخلاص انا قفلت هو الموضوع. متولي غلبان قسما بالله خلاص وشخص الموضوع طيب. ما انا انتهى، عشان تمام؟ كده بقول لك عدو نفسه. حبيبي يا عم حسن، حبيبي يا عم حسن، وكل سنه وانت طيب. انا قفلت الموضوع خلاص، بس انا مستنيه اشوفه بس عشان اواجهه، وانا كده خلاص. انا بالنسبه لي كده اهو في الحته دي اللي صوتها غلطان، لانه المفروض كان قال لك اشوفك. خلاص الموضوع انتهى. متولي برضه لسه خارج من موضوع، يعني كان الله في عونه، وبرضه انا خلاص يا جماعه انا قفلت الموضوع، مش هفتحه تاني، تمام؟ وانا سايب الموضوع ونعذروه ونلتمسوا له العذر بعد اذن بص حضرتك. يا جوكر، انا بالنسبه لي سمعا وطاعا للقانون، المستشار سامح عناوي هو اللي هيتصرف، هو المحامي بتاعي وهو المختص بالقواضي بتاعتي، وانا بقول اهو بعلنها يا ابن دلوقتي. الحلال يا ابن الحلال، الكلام اللي بتقوله ده كلام فتن، عيب عليك. مش فتن. ما تحرش الناس مع بعضيها المحترمه كلها مع بعض كده. سيدي كتر الاثنين ما تذكرش اسماء. متولي ما تحرجهمش. انا هقول لك حاجه اخيره يا جوكر، انا لو جاب اسمي في اي لايف انا هسجله وهعمل بلاغات ان شاء الله يا رب، كل يوم اعمل بلاغ بس، والموضوع محتاج يجيب اسمك خلاص، يبقى انت نبهت خلاص، خلص الموضوع. حقك يا متولي، حقك يا متولي. حاضر يا عم حسن، اسفين يا عم حسن، حاضر. الموضوع انتهى واتقفل خلاص. حقك يا متولي، والموضوع خلص، واستوى على راسنا وانت على راسنا، وانتوا الاثنين محترمين يا جماعه. معلش انا اسف، نلتمس العذر المتولي. متولي طالع من برضه من ظرف كان الله في عونه. لا شكرا والله، بس انا بالنسبه لي ليه يا عم؟ هو راجل يا حبيبي يا ابني يا اخويا حبيبي اسمعني. تقف وعادي الحبس للرجاله عادي. هو انا معلش يا جماعه، الراجل ما عملش جريمه قوي، يعني مش جريمه قوي. مش للرجاله يا عم خالد والله، ده ولا اي راجل. حاجه الحمد لله. لا الحبس مش للرجاله يا عم خالد والله. لا رجاله والله. لا والله خالد الراجل اللي ما مش للرجاله، معلش. لا والراجل واللي ما تحبس، انت مش راجل يعني وانا مش راجل، ليه ما تحبسناش؟ لا رجاله يا عم الله يهدينا ويهديكم. في ناس محبوسه بره. بيحافظ على نفسه من الحبس، اللي يحافظ على نفسه من الحبس ده اللي يبقى راجل اكتر. صح كده ولا مش معايا يا عم جوكر؟ ده مظبوط يا عم حسن. طب وليه ما ابقى راجل بره؟ ليه ابقى راجل في الحبس يعني؟ مظبوط يا عم حسن، هو اللي يحافظ على نفسه يا جماعه من الحبس ومن الكلام ده كله يبقى اجدع. واللي يرمي البلا ويحاول يأذي البني ادمين يبقى اجدع برضه، عادي. المهم يا جوكر انا هسيبك وامشي عشان شكلي كده ايه، شخص غير مرغوب في المكان ده. ليه يا عم؟ ليه لا اله الا يعني ما شاء الله دايما الجوكر ونعرف وانا مش ناقص. الله يبارك لك يا حبيبي اسمعني، وانا احتراما للجوكر همشي عشان بتولي حسن طالع عايز يسمعني وانا مش بحب اسمع. لا ده بيعجبك. لا هو عم يا متولي مش حبيبي والله. انا مش عدو لنفسي يا عم حسن، تمام كده؟ يا حبيبي انت فاهم معنى الكلمه ولا لا؟ ان انت افعالك اللي بتغلطك. انا بص اقول لك حاجه، صلى على النبي. انا بيني وبينه صراع بقالي كتير جدا، تمام؟ والصراع ده كله معروف، ومش انا الوحيد اللي هاجمته، البرنامج كله بيهاجمه بسبب تصرفاته. وعلى العموم يا سيدي انا بقول لك ورب الكعبه قسما بالله، يوم ما يجي عليه حكم انا هفتح لايف وقسما بالله لا اذبح خروف.
وقسما حبيبي بالله ما حقك هتنازل. والله. هو العمده حسن لما تمام. بيقول لك انت عدو تمام. نفسك دي هو يقصد بيها ان انت افعالك هي اللي بتغلطك. يا حبيبي انا ما اسأتلوش، ده هو بيتبلى يقول لي انت ويلا يا عم بتتنازل. انزل عشان انا عايز انام انا كمان، انا كده طول. ماشي نام يلا، تصبح على خير وانا يلا هشوف شغل. يلا يا جماعه، انا اسف لكم جميعا. يلا سعاده الرئيس، لو فضلنا وفرصه قاعدين سعيده كده وجميلة. هيفضل قاعد، انا خايف عليه والله. فرصه سعيده يا ريس. انت برضه خدمته في النزله دي يعني. لازم، ما هو مش هينفع يطول اكتر من كده. ماشي يا ريس، سلام يا جوكر يتكلم هيغلط. حبيبي.